السلام عليكم. تصريح خطير من رمضان صبحي يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على بيراميدز ويبكي بسبب هذا الأمر الخطير. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز ب3 أهداف مقابل هدفين ليرفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة ويتبقى له 3 مؤجلات. فقد صرح رمضان صبحي وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الشرق الإماراتية وقال: المباراة كانت سجال بين الفرقتين والأهلي خطف المباراة كعادته في الأنفاس الأخيرة بفضل هدف أفشة. وسأله الصحفي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: من تتوقع أن يفوز بالدوري؟ فرد وقال: بالطبع لو بيراميدز كان تعادل أو فاز في هذه المباراة كنت سأقول أن بيراميدز هو من سيتوج بالدوري، ولكن بعد فوز النادي الأهلي علينا أتوقع بنسبة كبيرة إن الأهلي هو الأقرب بالتتويج بالدوري، ولكن نحن لدينا مباراة مع النادي الأهلي يوم 22 ولو فزنا بها سنعيد بيراميدز مرة أخرى للمنافسة على الدوري. وسألوا الصحفي: هل لو عرض عليك الأهلي مرة أخرى ممكن ترجع؟ يعني لو عرضوا عليك إن أنت تعود تاني هتوافق أم لا؟ فرد وقال له: هذه أمنية حياتي الآن، إن أنا أرجع لصفوف النادي الأهلي مرة أخرى، لأنني عانيت الكثير والكثير منذ رحيلي عن النادي الأهلي، وأنا أعاني نفسيا في هذه الفترة، وأنا في حالة اكتئاب رهيبة، ولا أخرج من المنزل بعد اتهامي بالمنشطات. فأنا منذ رحيلي عن النادي الأهلي وأنا من أسوأ لأسوأ، حتى تم استبعادي من المنتخب وتم إيقافي بسبب المنشطات. والله أنا ما أخدت منشطات ولا أعرف طريقها خالص، بس إن شاء الله ربنا يقف جنبي وتطلع براءتي. وأرجو من كل جمهور النادي الأهلي بلاش تتنمروا عليا، عشان مش يحصل لي زي اللي حصل لأحمد رفعت، عشان أنا والله نفسيتي متدمرة، خايف دلوقتي من كل حاجة ونفسيتي بقت وحشة قوي. كل اللي أنا عايزه من جمهور النادي الأهلي إن هو يسامحني ويقف جنبي في هذه المحنة. ولو الأهلي عرض عليا الرجوع أنا هرجع، لو هلعب ببلاش. أنا كنت صغير وعندي 23 سنة لما رحلت عن النادي الأهلي. اعتبروني أخوكم الصغير أو ابنكم، بلاش تقتلوني بالحياة، بلاش تعملوا فيا زي اللي حصل في أحمد رفعت. أنا حرفيا نفسيتي بقت وحشة جدا خلال الفترة الأخيرة. أنا ما بقيتش عارف أنام ولا عارف أتدرب ولا عارف أعمل أي حاجة، واتهموني اتهامات باطلة. أنا لسه بحب جمهور الأهلي، أنا مش بس بحبه، أنا بعشق الأهلي وكل حاجة فيه. اعذروني لو كنت خذلتكم لما مشيت، بس صدقوني خدوني تاني وأنا والله لهلعب حتى لو ببلاش. أهم حاجة أكون بين جدران الأهلي، حتى إن الزمالك عمال يعرض عليا كل شوية إن أروحه، بس أنا رفضته ومش هروح خالص أي مكان غير الأهلي لو عرض عليا.